حرامي دخل يسرق بنك ولقى قدامه 3 أبواب. الأول وراه نار هتاكله، والتاني وراه قناصين هيصفوه، والتالت وراه أسد ما أكلش من 3 سنين. يهرب منين؟ هعدلك 3 ثواني. 1 2 3. أكيد من باب الأسد يا عبقري، لأن الأسد اللي ما أكلش من 3 سنين زمانه شبع موت من زمان. يا جماعة أنا مش مصدق، من يومين بس كنا فرحانين بال100 مشترك، والنهاردة احنا داخلين على 1000 أخ وأخت على القناة. بجد شكرا ليكم يا عيلة بطاطس. وعشان كده الفيديو ده مختلف، لأن في آخره في تحدي من نوع جديد. لو عملتوه هعرف إنكم بجد أذكى متابعين في العالم. ركزوا معايا عشان اللي جاي محتاج تشغيل دماغ عالي. صحيح، قبل ما ندخل في ألغاز النهاردة لازم أحيي العباقرة اللي حلوا لغز العيلة في الفيديو اللي فات. اللغز كان بيقول عيلة فيها أب وأم و6 بنات، وكل بنت ليها أخ واحد، يبقى العيلة دي عددها كام؟ طبعا في ناس حسبتها 14، 6 بنات و6 ولاد وأب وأم، بس الحل الصح هو 9 أشخاص بس، لأن ال6 بنات ليهم أخ واحد مشترك هو أخوهم كلهم، ومعاهم الأب والأم، يبقى المجموع 9. تحية كبيرة لكل واحد جابها صح وكتب 9 في التعليقات. دماغكم شغال ألماظ. يلا بينا بقى نشوف مين هيسد في ألغاز النهاردة اللي هتعمل ايرور في الدماغ. اللغز التاني، واحد ماشي في عز المطرة والسيول، بس ولا شعرة من راسه اتبلت، مع انه مش لابس كاب ولا معاه شمسية. ازاي؟ فكر شوية. عشان أقرع يا صاحبي. تحية لكل أقرع بيشوفنا، المطر ما بيشغلناش. نيجي بقى للغز اللي وقع ناس كتير. أنا موجود في القرن مرة، وفي الدقيقة مرتين، بس مش موجود في الساعة خالص. أنا مين؟ ركز في الحروف. أنا حرف القاف. اللي جابها ده أكيد بياكل بطاطس كتير ومركز. اللغز الرابع، وده للعبقرة. حاجة لو أكلتها كلها تشبع، ولو أكلت نصها تموت. هي إيه؟ السمسم، عشان لو أكلت سم بس الله يرحمك. أنا المرة دي مش هسألكم، أنا عايزكم انتم اللي تتحدوني. انزل دلوقتي في التعليقات واكتب لي أصعب لغز عندك، وأنا هختار أصعب الألغاز وحاول حلها في فيديو ال1000 مشترك الجاي. هحاول أشوف مين اللي هيقدر يعجزني، وما تنساش الاشتراك. سلام يا وحوش.